السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الأعزاء، وأهلا وسهلا بكم في قناة يلا كورة. تصريحات خطيرة جدا وتهديد ووعيد من حازم إمام عضو اتحاد الكرة لمارسيل كولر والنادي الأهلي تثير غضب الجميع وخصوصا جماهير النادي الأهلي. تفاصيل خطيرة جدا من حازم إمام عضو اتحاد الكرة ضد مارسيل كولر والنادي الأهلي. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت من محبي النادي الأهلي اضغط لايك ولا تنسى الاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد. تصريحات خطيرة جدا من حازم إمام عضو اتحاد الكرة المصري يتوعد فيها بعقوبات لمارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، تثير غضب الجميع وخصوصا جماهير النادي الأهلي. عقب مباراة النادي الأهلي ومنتخب السويس ضمن مباريات كأس مصر، صرح مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي تصريح خطير وقوي جدا بخصوص عدم وجود جماهير في مباراة النادي الأهلي، وقال: أنا مستغرب إيه سبب وراء عدم وجود جماهير. الموضوع بيأثر بالسلب على مستوى اللاعبين في النادي الأهلي. ووضح أن الجماهير لها دور أساسي كبير في ظهور لاعبي النادي الأهلي في مستوى متقدم، وطلب اتحاد الكرة والمسؤولين على الكرة في مصر بتوفير دخول الجماهير الأهلاوية خلال الفترة القادمة. وكان رد فعل حازم إمام عضو اتحاد الكرة بتوجيه تهديدات للنادي الأهلي ومارسيل كولر في حالة إذا تكلم في موضوع دخول الجماهير مرة ثانية في المؤتمر الصحفي. ووضح بأنه في حالة وجود طلبات من اتحاد الكرة يتم توجيهها بشكل رسمي وشخصي لرئيس الاتحاد أو أحد الأعضاء، وليس في مؤتمر صحفي عقب مباراة. ووضح حازم إمام بأنه في حالة تكرار هذه المطالب بصورة علنية من مارسيل كولر سوف يتم توقيع عقوبات على النادي الأهلي ومارسيل كولر. ووضح حازم إمام بأن اتحاد الكرة يحاول وبقوة وبدون طلبات عودة الجماهير إلى المدرجات والحصول على موافقة الجهات الأمنية. في النهاية، لو عجبك الفيديو اضغط لايك ولا تنسى الاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة يلا كورة، وكل عام وحضراتكم بخير.